دي ألذ سلطة فواكه باردة ومنعشة هتحتاجوها جدًا الفترة اللي جاية، وهتتبسطوا أوي لمّا تاكلوها. أول حاجة باجهّز معلقتين 2 من بذور الشيا، باحط عليهم كوباية صغيرة من المَيّة وباقلّبهم وبادخّلهم التلاجة وباسيبهم كده نُص ساعة لحد ما القوام بتاعها يتقل وتبقى القوام بتاعها هلامي كده عامل زي الجيلي. جيبي أي نوع فاكهة متوفّر عندِك وقطّعيه مكعبات، ما تلتزميش أبدًا بأي فاكهة أنا عاملاها، اللي متوفّر عندِك واللي موجود في الموسم استخدميه. كمان كان عندي مانجا في الفريزر وكان عندي فراولة مجمدة قطّعتهم مكعبات صغيّرة وخدت بقى كل الفاكهة حطيتها مع بعضها في بولة، وعصرت عليها نُص ليمونة عشان طبعًا الموز والتفاح بيسوَدّ بسرعة، فلازم أعصر عليه نُص ليمونة عشان يفضل محتفظ بلونه. هنشيلهم على جنب دلوقتي وهنحضّر كريمة حلوة أوي، وهاقول لِك كمان بدايل ليها لو مش هتعرفي تعمليها. أنا كنت مطلّعة مانجاية أخدت جزء منها قطّعته شرايح، وباقي المانجاية عملتها عصير بيوريه تقيل، باحط عليه كوباية إلا ربع من الكريم شانتيه ونُص كوباية من اللبن البودرة ومعلقة قشطة، وكمان حطيت كوباية لبن صغيرة وضربتهم بالمضرب السلك لحد ما بقى ده القوام بتاعهم. طبعًا عصير المانجا اللي كنا عاملينه المفروض إنه عليه السكر بتاعه، فمش هنحط سكر تاني. طب في طريقة تانية نقدر نعمل بيها العصير أو الكريمة دي، نقدر نعمل كيس كريم كراميل بنعمله بالمقادير اللي موجودة على الكيس، بس بنزوّد عليها كوباية لبن عشان القوام بتاعه ما يبقاش تقيل أوي ولا خفيف أوي. وبنعمله على البوتاجاز عادي بالطريقة العادية وبنسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعد كده بنحط عليه الفاكهة، وبعد كده بندخّله التلاجة. بنقدّمها بقى في كوبايات أو كاسات التقديم، بجد حلوة جدًا، باردة ومنعشة وطعمها خطير، لازم تجرّبوها.